السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعات نتمنى عنكم تسعدوا بخير على خير. لنبدأ فيديونا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طفيلات البنات شويبات راني شاكرة متتبعاتي الوفيات كاملات، واللي انضمت لي للقناة راني شاكرتها، واللي من كيف تشوف قناة عالم المرأة الصحراوية. نتمنى عنك يعجبك محتوى القناة وتشاركي وتفعلي الجرسية كي يلحقك اي جديد. المهم شويبات البنات والطفيلات، اول شيء لا نشكركم على دعمكم وعلى اللايكات اللي تخلوا لي والتعاليق الزينه اللي تحفزني وتخليني نزيد نعطي المتتبعات الوفيات والشاكره الطفيلات اللي دخلوا عليا للخاص ويسولوا عني ويسولوا عن احوالي. راني لكم نبغيكم شاهد مولانا، يسوى عني ما نعرفكم يا غير راني نبغيكم شاهد مولانا، وشاكرتكم على دعمكم اللي تدعموني دائما. المهم الفيديو اللي جبت لكم الطفيلات هي العلاقة الأسرية، يعني المشاكل اللي تقد تجبرها وحدة في العلاقة الزوجية. هو شوفوا الطفيلات اللي نبداو عن العلاقة الزوجية، ما خالق شيء خير منها غير ما خالق شيء أوعر من العلاقة الزوجية، لأنها العلاقة الزوجية تبغي صبر، تبغي عطاء، تبغي مودة، تبغي رحمة، تبغي صبر كبير 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 كبير. المهم أنا الطفيلات اللي يسولوني واللي يقولوا لي مشاكلهم، جبرت عن ماشي جبرت، أنا متأكدة لأني قال لك تخطاك بليلة تخطاك بحيلة. جبرت عن لا قلة التفاهم هو اللي كيوقع المشاكل، وهو اللي كي يوصل بعد الأحيان للطلاق. قلة الصبر وقلة الحكمة بين الطرفين. ليه نتكلم أول شيء عن منين تعود واحدة كي منها انخطبت، منين تعود انخطبت كتعود علاقة، هذيك العلاقة علاقة الخطبة، يعني ما هو علاقة الواقع. انساي عنك ذاك اللي شايفه في الخطبة اللي تشوفيه في العلاقة الزوجية. خالقات وحدات يحكموا من ذيك العلاقة، يعني كتقبض نظرة الحياة والنظرة الزوجية من ذيك العلاقة ديال الخطبة راهو بطبيعة الحال هو مولا يخسر أخلاقك، مولا هي يوجعك أخلاقك، يتعامل معك لأنه أصلا أول تعارف وبادين على واحد المشروع اللي هو باغي هو ينجح ولا انت باغي ينجح، يعني كلكم مولا يكدر على الثاني. وانت كيبدا كلها يعني يبغي يطرح كلامه وينسمع. منين يخلق العقد وكي تعرفوا يعني اغلبيه اهل الصحراء عادوا كيديروا العقد بالشهر، كاين اللي يديروا بشهرين، كل اسره وهي يعني، وكاين اللي كيخلي لين تقرب المناسبه حتى انهم يديروا العقد، يعني كل رقاج واللي يصلح له. وعلاش تفاهموا الازواج؟ يعني منين يخلق العقد الراجل يتاكد على المراه عاتلو، والمراه تتاكد عن الراجل عادلها. هون تعود هي تطرح، لان احنا دائما حناتي العلايات حناتي قدايات النيران، حناتي العلايات نعودوا نطرحوا مسايل على الراجل. نبداوها من العرس، يعني تعود تقول له بغيتك تعدل لي بونتي بالمسله الفلانيه ولا تجيب المسله الفلانيه، وهي ما هي عارفه عن ذاك الشخص راهو قد يعود كاع ذي المناسبه لا الناس لا اهله جامعين له ذي المناسبه. يعني هي خيالها ما نعرف انا اش كيدور فيها، لان صراحه جيلنا حناتي كنا عايشات الواقع، دريك هذا جيل الخيال، تعيش الخيال، هي ما عايشه الواقع، عايشه الخيال. راه كيجيها الراجل كيقول لها انا راه ما عندي، راني على باب الله، يعني نوبه نخدم ونوبه ما نخدم، وتقول له هيه باغيتك وتجيه. ولكن منين يخلق العقد تعيش في خيال، تقول انا جايها ملياردير، تطرح شي مسائل اللي هو كاع ما بامكانه. خالق من الرجال اللي قد واغلبيتهم نقول انا عنه به فرحان الخيمه وكونوا عاد تمره في رقبته وذا، ما يقد يقول لها بداي، يقول لها واخا الله لا يحاجب شي حد ذاك الشخص. انا كنتكلم عن الناس، نتكلم عن شباب اهل الصحراء اللي حق راه على النهايه لا خدمه لا ردمه. راه الناس بارك الله عارفين اولادنا وعارفين حالتنا.
كيعود مسكين كيعدل، كيمشي يقيس اخواتو يسهلوا، يقول لهم عدلوا لي كذا وكذا، يفرض هو على اهله انه يعدلوا هيك المسألة. علاه؟ بها لاله مولاتي العروسه بغاتها، وما يقد يقول لها بداي، ما يقد يقول لها بداي، لان حتى اذا قال لها بلاش والله يشوفها لي يعني تنفقع، يعقب لا يقول لها صافي راه ليه تعدل. هو مو عارف، ما عنده الماديات، الامكانيات الماديات ما عنده. يعني هون كتبدا المراه منين يقبلها هيك المسألة كتعود تطلب مسألة ثانية، ما كيتخطى ذاك العرس لين يشيب الراجل، كيعود هو قبض فكرة على هيك السيدة، كيوزنها واش إنسانة مواقف والله إنسانة ديال الماديات والله إنسان، كيوزنها أي راجل راه عنده عقله، كيوزنها هيك الإنسانة هي شنهي. صاي كيدخل العلاقة الزوجية، ملي تدخل العلاقة الزوجية كتجي للواقع اللي هي ما هي راضية به. راه كنتكلم على الجيل اليوم، راه ما كنقول غير واحدة ولا 2 ولا 3، أنا قد نقول عنها 1% ولا كاع ما كاينة من جيل نظريك عايشة الواقع. للأسف بنات اليوم عادوا عايشات على الخيال. يعني كتجي لهذاك الراجل هي عارفة عنه، منين تسوليه تقول لك نوبة يخدم نوبة ما يخدم. يا غير كلمة نوبة يخدم نوبة ما يخدم ما تشربها، هي ما تشربها في عقلها، ما تعرف عن هذاك الراجل نوبة عنده نوبة ما هي عنده، واكثر ما هي عنده. يعني ما كتعود عارفة عن الزمان اللي يجيب لها نهار ما عندها، اللي تمرض، اللي يخلقوا عندها التركة، اللي ذاك. يعني تعود هي تسطر حياتها بلا ما توقع في المشاكل. اش كيعدلوا دريكا؟ انا كنقول جيلنا حنا كان عايش الواقع، تجبري 1 ولا 2% المهم عايشات الواقع، تجبري اصلا اهلها كانوا لباس عليهم ولا عندهم شويه الفلوس مخسرينها، كتعود خابط البرد في وذريها. يا غير بناتنا اليوم يسوى الفقيره يسوى الغنيه، كل شيء خابط البرد في وذنيه، عايشات الخيال. هيك المراه اللي يجيب ذاك الراجل اول شيء كتعود سكايريه معاه، قالوا الناس يعني عنيده. بحال دريكي الا قال لها المسلو تقول له بداي هيك المسألة ماني باغيتها، ماني معدلتها. كتبغي تعود هي الراجل عليه. وهذه للاسف فمناتنا اليوم قبال ما يحاروا قاع لين يولدوا، حنا كنا لين نولدوا ويحكنا الزمان وتمتلاي من الطاقه السلبيه اللي مات اللي تقاده تقولي بداي زمانك الاول راه ولا اللي قالك تقولي هي وحاضره الراس وصابره. ولكن كتلحق واحد المرحله اللي تعودي صافي تقولي بداي ذاك ما خرجني ماني معدلته. منات اليوم راهي نزات في خيمه الرق تقول لك بداي ذا ما نعدلو ذا نعدلو ذا علاه عدلوها لك وذا علاه عدلوها اخواتك وذا علاه عدلت امك وذا. يعني كتدخل تحاسبوا حتى فهلو، خاصو هو يربي حتى اهلو، كتخليه يربي هو اهلو من جديد على يدها هي. هذا يعدلوه بنات اليوم الله يغفر لنا ولهم. يعني كيعود هو كيصبر، يتم يصبر. العلاقه البدايه راه ما الراجل راه اي راجل ما كيبغي يخسر العلاقه الزوجيه في البدايه، كيبغي يصبر، كيقول دابا تعوض ريك ليه تتعوض بزاف ليه تتعوض. هي كتم ماشيه في ذاك. يعني بدال هي تقعد مع نفسها وتقول بداي حشومه هالشي ما خاصني نعدلو، خاصني نتحاور مع زوجي مثل ما عجبتني نتحاور معاها نقول له هاي بداي هاي يالتك ما تعدلها بالتي هي احسن بالشور. لان راهو اي انسان حاورتيه بالشور ضروري من يسمع. يشمو ورقاج راسو قاصح، وذاك اللي راسو قاصح الايام تلينو. لان احنا رانا في زمان يخلي اي شخص يتماشى مع الزمان، لان الزمان مدرسه. يعني بدال هي تعود حكيمة عليه يعود هو حكيم عليها. وكانوا العلايات ماتي الحكيمات ولكن للأسف منات ذا الزمان مات له حكيمات، هذو الرجال أحكم منهم. المهم كتجبريهم يتناقشوا على أبسط مسألة كتجبريهم يتناقشوا عليها. يعني كيعود نقاش تافه. بدال هما يحلوا ذيك العلاقة الزوجية، بدال انها تعود علاقة زوجية مبنية على التفاهم من البداية وعلى البغي وعلى المودة وعلى الاحترام وعلى التضحية. لأن العلاقة الزوجية تضحية كبيرة باش تعودي انتي حق كونتي أسرة. ما كتجي العلاقة مبنية هكا، كتكون على تضحية. يعني كيكون أصلا
بداية العلاقة بداية مشاكل، واني نربيه واني خاصو يعود يسمع كلامي. وللاسف بنات اليوم كيقولوا كيقعدوا كيقولوا شي مسائل اللي اصلا ما هي في المنطق، ما هي في الشرع ولا هي في العادات ولا في شي. يعني جايبين افكار ما نعرف ديالاش. هي النهار الاول خاصك تربي الراجل، يعود الراجل يخاف منك. وهو كونوا على اكيد الطفيلات انه ما خالق راجل يخاف من امراه، وما خالق راجل يعني يتقبض امراه. ما هو بشي صالح وبشي واعد مولانا وبالصبر وبالكفاح. يعني هاو المسائل هم اللي كيخلوا الراجل كيخلوا المرأة تقبض الراجل. بدايته لا يعود حاضر الراس واللي قلتي يقول ولا يخسر لك اخلاق. يا غير عارفي عنه لا يجي يوما ما لا يفيض الكاس وينكب. يعني ذاك اللي ما كان يقول لك لا يعود يقولوا لك، لانك انتي ما خليتي يتم على ذاك العهد اللي كان قابضك به، انه يحترمك ويقدرك ويسمع لكلامك. انتي تميتي كتضغطي عليه الى واحد نهار وغادي يطرطق عليه وغادي تخسريه. المهم اغلبيه الطلاق هاو المسائل اللي قلت لكم. يعني عناد المرأة. وهو راهو حناتي العلايات الى عرفت واحدة من صنعت زوجها، راه واخا يوقعوا نقاشات وواخا يوقع اللي وقع، راه ضروري من ترجع المودة وترجع العلاقة. علاه؟ لأن أصلا هو انتي قابضتيه بشي ما يلي تقبضوا واحدة ثانية، ماشي بالنرفازة والله نعود نقول له بغيت والله نعود يعني مذرذرة فضتو والله. لأن دريك أغلبية الرجال يقول لك هي كاع ما يرافده هم، ما كتوعي لا وقت ومنين توعى تقول لك سير جيب لي لوكيل من القهوه. كتجبريها ما عنده ما بياتو ليله وتمشي ترفد الكادوات الكبار وتمشي ترزف بيهم. كيقول لك اصلا هاي المراه ما هي ديال الزمان. هذا كيقولوه ياسر من الرجاله وياسر من الرجاله. كيصبر الى واحد النهار كيقول لك اللهم نطلق منها نظريك سابق ما وحلت. يعني مزلنا خفاف ظراف نفتصل معاها لانها مي مسؤوله. وهذا سبتو شكون؟ سبتو حناتي العلايات. ما كنعرفوا الرب ومناتنا وما كنعرفوا الرب نفوسنا. يعني واحده منين يجي الراجل ويقول لها على باب الله كي قالوا الناس تعرف عنها راهي لي تصبر، راه ياسر ماشي لي تشوف صحاباتها يعدلوه، هي ما عندها له الامكانيات. وراه يصلح للناس ما يصلح لوحدين ثانيين. راه مرا باش تجي تعود تحاسب راجلها وتقوم عليه وتخز فيه وتحاسبوا على الكبيره والصغيره، هذيك راهي مي كونوا على اكيد عن اي وحده تحاسب الراجل على الكبيره والصغيره. راه غادي يجي واحد النهار اللي غتندم على داك الشيء كامل ويعود هو يحاسبها وهي ندمانه. حناتي العلايات خاصنا نغلقوا عين ونفتحوا عين، نوبه نسمعوا ونجاوبوا ونوبه ما نسمعوا. ياك تكملي مسيرتك الزوجيه ما هنك اي شيء فاتحه له وذنيك وفاتحه عينيك وفاتحه فمك. راه لي تم يخطي لواحد النهار اللي تصبحي تتخلاي. منين تجيها تقولها لي تطلقي تقولك ما نعرف هو فيه الديفو هو فيه وفيه ما نعرف انا كاع ماني معدله له شي. وإلا جا هو يتكلم تجبري يا ما معدله. يعني حناتي العلايات العلاقة الزوجية اللي كينجحها أول شيء هي المرأة منين تخلي بصمة في قلب الراجل كوني على أكيد عنه ما غادي يجبر بحالك. وباش لي تخلي بصمة في قلبه هو أول شيء تقبضيه باللي قال الله عز وجل تخافي على ماله. أول شيء يخاف على مال الراجل، لأن الرجال سنحنا للصحراء يا يوقي ما يجيب الدرهم اللي يكح عليه الدم حتى انه يجيبوا باش يجيبوا لك انتي. يعني انتي ذيك الفضه اللي يجيب لك ذاك الراجل يالتك تعرفي منين اللي يتصرفيها ولاش ليه يتصرفيها. ما هنو للتفاهات تقومي وتصرفيها والله من عزتي قال فلانه راهي جابت ترزيفه الفلانيه، والله فلانه راهي لابسه اخر موديل ديال الملاحف، والله فلانه راهي رافده الصاك الفلاني، والله رافده التليفون الفلاني. والله خاصنا نعودوا عايشات حناتي صحراويات واقعنا. عنا راهم رجالتنا يا يوقي
لا مولانا معاهم متوف، منين يجيب لي مولا خيمتي شي نعرف فاش لين نصرفو، ما هني نقبضو. هو راهو راجل، الا قلتي له اي راجل اللي جاتو مرا وقالت له عادي يجيب الفضه وتقول له يلا القهاوي يلا نستدرو يلا، لا يمشي معاك في هواك. غير نهار اللي يتخلو التركه، والنهار اللي لا يطيح هو، والنهار اللي لا يتوح لي فيه حتى نكلي تقولي يا واجع على عدلت ذاك على خاصنا حناتي نعرفوا على الرجال تنا راني لا ما وقفنا عليه وقفنا معاهم وخفنا على مالهم ما لا يخاف عليهم حد. المسألة الثانية نصون مولا خيمتي، يسوى معايا يسوى غايب عني، نعرف عن عندي ربي خرسني، ما هو اللي خرسني، ربي خرسني. نعرفش نعدل ونعرفش نقول ونعرف منين نمشي ونعرف منين نمشي، لأن المرأة منين تعود عارفة اللي بينها مع الله عز وجل راهي ما هي لا هي تعدل بإذن الله شي يغضب الله عز وجل. أنا راني كنقول ذو الكلام راهي تقد وحده يعني قاعد شي خاسر انا ما نقد نقول عنها تعدلوا يا غير راكي لا مشي الا جبرتي لا صاحبه وقامت تتكلم معاه وقالت لك باغيه نمشي نعدل فلان ولا باغيه نمشي نعقد مولا خيمتي ولا باغي، رانك مشيتي، رانك ما صنتي زوجك، العلاقه الزوجيه ما صنتيها انت، مالك لا مشيتي في شي يغضب الله عز وجل مشيتي تعدلي. هذه ابسط الامور، ما الغير من ذاك انا كاع ما نقول عن خالق مرة يتعدل شي خاسر، هذا مالو شي خاسر. قال لك عنه مولا يجي نهار ويوقع بينك انت معاه مشكل وتقوم هذيك صاحبتك اللي مشيتي معاها وتزن عليك تقول لك يلا نعدلوا المولا خيمتك شي وتمشي تعدليه. يعني المراه منين تعود صاينه مال زوجها وصاينه زوجها وبيتها، راه منين كنقول الزوج المال راه مال الزوج، راني ما كان اقصد الزوج وحده، راني كان اقصد البيت والتركه والزوج. ومنين تصوني مولي زوجك صنتي بيتك وصنتي اولادك وصنتي نفسك. هاو المسائل منين تعود المرأة مع درتهم ما عندها مناش تخاف، لا تخلي بصمة في ذاك الراجل ولا يعرف عن خايفة على ماله ولا يعرف عنها مسلمة مولانا متقية الله شي خاسر ما تعدل ولا تمشي فيه ولا تتفق معاله. هذه هي أزين وأعظم بصمة تخليها في قلب الراجل. رانا ما كاملات عاقلات ولا أن كاملات مسلمات مولانا إن ما نقولوا كلمة، رانا تفو بينا في شي من المسائل، غير المرأة خاصة تعود وخير تبيها في شي من المسائل لأنها مقولة في كتاب الله إن كرهتم منهم شيئا المهم ماني باغي نحرف يا غير بعد كيف ذا المثل اللي له نقول لكم، يعني لا كره رقاج منها شي خالق فيها شي تاني زي الكمال لله. يعني العلاقة الزوجية راهو أول حد يعود يعني حكيم فيها وصبار فيها ويحاول إنه يوصلها للأمام هي المرأة وعلى ظهرها الراجل. الراجل خارج من رجال يزن وفيسل وصكاك وياسر فيهم حيلي وخالق اللي فيه كل راجل واللي فيه. يا غنتي لا صبرتي وحاولتي انك تسطري حياتك باش تنجحيها للامام وتعدلي انك تعدلي من المسائل انك تبدلي من ذا الراجل الاحسن، ضروري من يعينك مولانا لانك انتي اصلا متوكل على الله وصابره على اللي قال الله عز وجل وسلاحك هو الله. معنى ذاك انه والله عز وجل لا ينجح لك ذيك العلاقه ولا يصير بذيك العائله للامام. غير عند منين تعودي انتي اللي انانيه وكلمتك اللاهيه والله ما يخلق شي والله زاد ملي مانك عارفه اللي تقولي ولا اللي تعدلي. عارفه عندك العلاقه الزوجيه قد ما فوتت خاسره. يعني هذا هو اللي نوصيكم عليه يا الطفيلات، وبالخصوص بنات اليوم العلاقه الزوجيه راهي ما هي بحبيبي وحبيبتي، والعلاقه الزوجيه راهي بالصبر وبرقاج يعيش الواقع. زوجي عنده شي نصرفو وشي نخزنو، زوجي ما هو عنده ذاك اللي جاب نقومو ونعرف فاش ونصرفو لا في شي صالح وفي شي واعد مولانا، ما نصرفو في الوكيل ولا في التفاهات ولا في شي ما هو صالح. بداية ذاك ما نعدلو نعرف عنه ما يجيبو لين يخلق، نقبض شوي نصرفو شوي نخزنو للزمان، لأن الزمان يولد بلا ضرع ورقاش خاصو يقوم، واللي ما عنده شي ما هو شي، والملاح في ما يدوم
والصكان ما يدوم، والتفاهات ما يدوم إلا الحق. سمعتوا يا ذو المشيدحات، يا شويبات اللي من الصحق من التراب للسماء باغيات الخيمة ولانكم عارفات باش تقبضوها. هذا راهو الفيديو مخصص لبنات اليوم ليالتهم يصبروا يوطاو على قدامهم، ونعرف باش ليه نتكلم، ونعرف شي ليه نعدل في حياتي، ونعرف اللي ليه نسطر في حياتي. هذا هو اللي ليه نوصيكم عليه شويبات والبنات والطافلات. كان هذا هو الفيديو اللي شاركت معاكم. المهم خلوكم معايا الفيديو قادم إن شاء الله بإذن الله، وشريفة تبغيكم والله يعيننا ويعينكم.